وصفتنا اليوم راح تكون طريقة النمورة اللبنانية، نمورة كتير طيبة ولذيذة بطريقة سهلة وبسيطة وما فيها أي تعقيدات. كملوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا طريقة العمل. بوصفتي بحتاج ل3 أكواب من السميد الخشن أو السميد الوسط. أنا عم بستخدم الأكواب المعيارية، انتو فيكن تستخدموا أي كوب بس بنفس الكوب كل المقادير. هيدا هو السميد مثل ما نكون شايفين. بضيف فوقن ملعقة كبيرة من الباكينج باودر، ملعقة صغيرة من الملح، نص كوب من السكر. بحركن مع بعض على الناشف. من بعدها بضيف لهم نص كوب من السمنة. أنا هون السمنة مدوبتها. أحبابي بعجينة النمورة ما بدي أعجن عجن، بدي أفرك فرك. بدي أفرك فرك كتير منيح لحتى تمتزج حبات السميد مع السمنة. عندي كوب من اللبن، لبن بحرارة الغرفة. بضيف فوقه ربع كوب من المزهر. بحرك اللبن مع المزهر وبضيف فوقهم ملعقة صغيرة من كربونات الصودا، الكربونة. من بعد ما حركهم بلاحظ انه هون صار اللبن عندي تفوير مثل الاختمار، مثل وقت بنحط خميرة وبتفور عنا. نفس الشي هون اللبن اختمر مع الكربونات مثل ما كنتم شايفين. قربت لكم الصورة. بضيفهم فوق السميد. بهيدي المرحلة كمان ما بدي أعجن، بس بدي أحركهم تحريك لحتى يمتزجوا مع اللبن. وهيك صارت عندي العجينة جاهزة. عندي صينية دهنتها بالطحينة، بدي نزل الخليط بقلبها. بدي مدها بهيدي الطريقة. أحبابي بالنسبة لسماكة قطع النمورة بيرجع لحجم الصينية يلي عم تحطوها بقلبها. هلأ بدي اتركها ترتاح لمدة 2 أو 3 ساعات لنجاح النمورة. بالنسبة للقطر أنا بحضره قبل ما أحط صينية النمورة بالفرن. بحضر القطر وبطفي النار تحته وبحط صينيتي بالفرن، لأنه أنا القطر هون بدي إياه يكون فاتر، ما بدي إياه يكون لا سخن ولا بارد. بالنسبة لمقادير القطر عندي هون 2 كوب من السكر و1.5 كوب من المي. من بعد ما يغلوا بضيف فوقهم ملعقة كبيرة من عصير الحامض وملعقة من المزهر. من بعد ما ارتاحت عنا العجينة لمدة 3 ساعات هلأ بدي أقطعها، وما بدي السكينة توصل لأرض الصينية. بدي أعلمها تعليم مثل ما نكون شايفين، ما بدي نزل سكينتي لتحت لأرض الصينية. وبالنسبة للتزيين النمورة أكيد بيلبق لها اللوز المقشور. أنا نقعته قبل بوقت كرمال ما يحترق وينشف بالفرن. والخطوة الأخيرة بدي أدهن وجه الصينية بالسمنة. وهون أنا بكون مشعل الفرن. بدي أحط صينيتي بوسط الفرن بفرن محمى مسبقا، تاخد معنا من 30 ل 35 دقيقة. وهيدي النتيجة من بعد ما طلعت من الفرن. من بعد ما تطلع من الفرن بحط عليها القطر مباشرة هي وسخنة. مثل ما قلنا القطر بده يكون عنا فاتر. أنا حطيت الكمية كلها يلي حضرتها، لأنه النمورة معروفة إن هي مغمسة بالقطر. بدي أتركها لتبرد تماما وتتشرب القطر. وهيدي النتيجة من بعد ما بردت مثل ما نكون شايفين. ولهون أنا بكون وصلت لنهاية الفيديو. بصحة وعافية من قناة أكلات إيمان الشهية.